اخويا الكابتن الجميل، ما تسمعش كلام الناس هنا على اليوتيوب، ما تسمعش كلام الاحباط. في كباتن بتساعدك انك تشتغل، في كباتن عامله جروبات عشان تساعدك في مشاكلك، عشان تعرفك الطريق، عشان تعرفك الاماكن اللي انت ممكن تشتغل فيها والاماكن اللي الريت فيها بيكون عالي. في كباتن تانية في كل 5 دقايق بتنزل لك فيديو ولا ما تعملش ولا ما تسويش. هو بيعمل كده يا عزيزي الكابتن عشان خاطر الاعلانات اللي بتنزل له على الفيديو، فهو كل ما ينزل فيديوهات اكتر بيجي له اعلانات اكتر، فهو كده كده هو كسبان من السبوبه يا عزيزي الكابتن. توكل على الله وانزل اشتغل. عندك بدل البرنامج 3 و4 و5، كل برنامج فيه مميزات وفيه عيوب، بس في برنامج ليه مميزات اكتر من عيوبه، وفي برنامج تاني ليه عيوب اكتر من مميزاته. شغل دماغك وحكم عقلك، شوف اكتر برنامج انت بتكسب منه ايه، اكتر برنامج بيخليك مرتاح نفسيا وانت على الطارة، اكتر برنامج ممكن تعمل فيه كيلومترات قليلة مع فلوس اكتر. لازم تختار، لازم تشتغل كل البرامج، لازم تشتغل اوبر وديدي واندرايفر، وتشوف وتقارن، يوم تشتغل ده ويوم تشتغل ده ويوم تشتغل ده، وتقارن كيلومترات وتقارن فلوسك وتقارن وقتك. هو ده اللي هيخليك تحدد هتشتغل انهي برنامج. في ناس بتشتغل ال3 برامج مع بعض، في ناس بتشتغل برنامج واحد، في ناس بتشتغل 2. صدقني انت لو ركزت على برنامج واحد وفهمته صح، وفهمت الشغل اللي بيبقى موجود فيه، وفهمت انت هتشتغل على المشاوير الكبيرة ولا الصغيرة، وانهي اللي بيكسب، المشاوير الكبيرة ولا الصغيرة، صدقني هتعمل مبلغ كويس. مش لازم اقول لك هتعمل 1000 و2000 زي ما الكباتن بتصور، بس حتى لو انت هتعمل مبلغ ما تطلعش تقول انا عملت كذا، هي كلها ارزاق وربك هو اللي بيرزق. مش شرط اطلع اقول انا عملت 1000 جنيه النهارده. كل واحد ممكن ناس تعمل 150، ناس تعمل 200، ناس تعمل 300، ناس تعمل 600.